وكنت أقرأ بعض القصص كقصة عنترة مثلا، وكنت أحب أن أقرأ كثيرا ديوان المتنبي الشاعر المعروف. ثم بعد ذلك حبب إلي يعني قراءة العلم الشرعي، فبدأت بحضور بعض الدروس في الكويت عند الشيخ عبد الرحمن الخالق، عند الشيخ ناظم المصباح، عند الشيخ عدنان عبد القادر، والشيخ محمد الحمود في الكويت عند الشيخ عبد الرحمن الخالق، عند الشيخ ناظم المصباح، عند الشيخ عدنان عبد القادر، والشيخ محمد الحمود. لا تستعجل فيما تسمع من الناس، خصوصا عند تأخر الزمان وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والقول، خصوصا لما جدت وسائل الإعلام وصار كل يهذو ويتكلم باسم العلم وباسم الدين. حتى أهل الضلال والفرق الضالة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات الخطر عظيم، الخطر عظيم جدا. فعليك أيها المسلم وطالب العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع. عليك بالتثبت، معرفة المصدر، من اللي قال هذا ومنين جاء هذا الفكر، ثم ما هي مستنداته وأدلته من الكتاب والسنة، ثم أين تعلم، عمن أخذ العلم. فهذه أمور تحتاج إلى تثبت خصوصا بهذا الزمان. فما كل قائل حتى ولو كان فصيحا وبليغا ويشقق الكلام ويأخذ بالأسماع لا تغتر به. ولا يكفي أننا نجتنب البدع، نهجر المبتدعة، نهجرهم، لا نجلس معهم ولا نصادقهم ولا حتى يتركوا البدع، لأننا إذا صادقناهم وجالسناهم شجعناهم على البدعة. فنحن نهجرهم يعني نترك مجالستهم ونترك مصادقتهم حتى يتوبوا إلى الله. نعم، هذا الواجب على أهل السنة أنهم يهجرون أهل البدع، ولو حصل هذا لما انتشرت البدع. ولكن لما حصل التساهل مع المبتدعة وصاروا يعيثون في الأرض فسادا وينشرون البدع ولا أحد ينكر عليهم، وصاروا أصدقاءنا وجلساءنا، انتشرت البدع بهذه الطريقة. نعم، أما لو أن أهل البدع هجروا لقل شرهم. نعم، الهجر هو الترك، الهجر هو الترك، أي تركهم وعدم الجلوس معهم وعدم مصادقتهم حتى يتوبوا.